السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده معانا حلقه جديده عن جي تي ايه، وهركز على حاجه ناس كتير بتسال عليها قوي: ازاي تجمع فلوس الحلال في اللعبه دي، يعني من غير غش ومن غير هاكات، وكمان بطريقه تحسسك انك بتلعب مظبوط. فركزوا معايا بقى عشان الحاجات دي هتفيدكم جدا، سواء كنتوا لسه بادئين او بتدوروا عن طرق جديده تزودوا بيها الفلوس. فانا جبت لكم 3 طرق جامدين جدا، حلال 100%، تمام، نقدر نزود بيها فلوس بس بطريقه يعني مبسطه او مش بسرعه. يعني مش هنلاقي مره واحده معانا 2 مليون 3 مليون. هي انت لو عملتها اكتر من مره الطرق دي هتجمع لك فلوس يعني، وفلوس محترمه جدا. بس قبل اي حاجه اعمل لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بنبدا على الفيديو على طول. واول طريقه معانا واول طريقه حلال هي ازاي تجمع فلوس بطريقه التاكسي، ان انت تشتغل شغلانات حلال في اللعبه. اول طريقه هي التاكسي، وتاني طريقه هي الاسعاف، وتالت طريقه هي الشرطه. بس الاسعاف والشرطه انا ما قدرتش العبهم عشان اخد عربيه اسعاف او شرطه، البوليس هيجروا ورايا فالفيديو هيطول قوي عشان اهرب منهم وكده. احنا عملنا طريقه التاكسي، وانتوا بقيتوا طرق هتعرفوا ازاي تنفذوها يعني، وتضغطوا على ايه عشان تجيبوا الطريقه دي وتقدروا انكم تلعبوا بيها وتستخدموها. يلا بينا نبدا على طول. دلوقتي احنا هنروح ناخد التاكسي اهو، ونضغط على ال3 في الدراع بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5 ال3 اللي هو بيبقى عن اتجاه الشمال. تمام. اول ما نضغط على ال3 هتلاقي ان اللمبه بتاعت التاكسي نورت وهيبدا يجي لنا اوردرات. اول طلب جالنا على بعد 25 متر، يلا بينا نتحرك وناخد الطلب ده نوصله. تمام. وهناخد مبلغ محترم جدا من $100 ل $150 $200 في الطلب الواحد. فانت كده لو اشتغلت اكتر من مره في اليوم يطلع لك من 1000 ل $3000 في اليوم الواحد. مع الشغلانات التانية اللي انا هقولها لك، انت هتبقى بسم الله ما شاء الله في اللعبه دي. انت هتقفل على اللي بيهكروا اللعبه واللي بيعملوا جليتشات عشان يكسبوا 2 مليون 3 مليون في ثانيه واحده. فانت برضو انت بتعملها بطريقه حلال. خلينا متفقين يا جماعه ان الطريقه الحلال افضل من اي طريقه. تمام. وكل واحد برضو ليه نظريه معينه، انت دماغ غير دماغي، فهي بتبقى طبقات يعني. وبكده يا جماعه احنا وصلناها وهناخد الفلوس. تمام. ويلا بينا على الشغلانه التانية بسرعه. طبعا اللعبه دي فيها شغلانات كتير جدا جدا تقدر تلعبها. تمام. بس محتاج تشغل خاصيه الدايركتور مود. تمام. والخاصيه دي انت بتشغلها بعد ما تقفل اللعبه تختمها كلها، تقدر انت تشغلها وتقدر انت تلعب منها جميع الشخصيات. كان شرطي، واحد في الجيش بقى، دكتور، واحد مدرب بتنس، اي حاجه، اي نجار بقى، اي حاجه تقدر تشتغلها في الوضع ده. تمام. بس بعد ما تختم اللعبه طبعا الشغلات دي كلها بتجيب لك فلوس. جينا بقى للطريقه التانية والتالتة. الطريقه التانية انت تعملهم مع فرايكلين، عشان مايكل ما عندوش عربيه زي اللي انا اشتريتها لفرايكلين. اشتري العربيه فرايكلين مش عارف ب2 او 3 مليون دولار. تمام. من مهمات طبعا عملتها في مهمه حرف الفي وفي مهمه حرف ال دي اقوى مهمات تقدر تعملهم عشان تجمع فلوس. تمام. الفكره هنا بقى ان انا شاري عربيه الفرايكلين واضحي بيها في الفيديو ده علشان نبيعها وتجيب لنا فلوس بعد 24 ساعه من وقت النزول، او مش من وقت نزول اللعبه، من وقت اللعبه. يعني انت وقت اللعبه غير الوقت عندنا، الصبح هنا غير الصبح عندنا. فعشان برضو ما حدش يقول لي انا بعتها استنيت 24 ساعه في الحقيقه وما حصلش حاجه. انت بتستنى 24 ساعه في اللعبه عشان برضو نبقى واضحين في الكلام قوي. 24 ساعه في اللعبه وفلوس هتجيلك. فيلا بينا نروح ناخد العربيه دي وتقولوا لي رايكم فيها بجد. انا اللي معدلها، انا عامل فيها كل حاجه. لو عايزين نعمل لكم فيديو كامل عن ازاي تعدلوا العربيات وازاي تجيبوا عربيات نادره جدا في اللعبه قولوا لي، وانا هعمل لكم فيديو ده باسرع وقت يعني. طبعا هنا انا بطأت الفيديو علشان هنا احنا كنت عايز بس اقول لكم نقطه. انا دلوقتي المايك عندي فيه مشكله في ان الصوت فيه تقطيع، فلو عندكم كمان فيه تقطيع اوكي هنحلها المشكله دي، بس مش في الفيديو ده خالص. ولو ما عندكوش في مشكله وعندنا مشكله في الايديت يبقى هيطلع الفيديو عادي جدا والصوت فيه مش اي مشكله. دلوقتي بقى احنا قابلتنا المهمه التانية اللي هي ازاي تساعد الناس. تبقى ماشي في الشارع كده ممكن تلاقي ناس بيطلبوا مساعده منك مقابل فلوس كتير قوي $1000 في المساعده الواحده.
فدلوقتي احنا ماشيين في رايكل نقابل واحده عايزه مساعده ب 500 دولار، ان في حد سرق فلوسها وجري، فانت هتجري وراه تاخد الفلوس منه وتجري، ما ترجعلاش الفلوس. طب انت كده طريقه حلال 100%. تمام، تاخد الفلوس ومره ورا مره بقى تلاقي نفسك قسما بالله بقيت ملياردير من السرقه. هي من السرقه، هي واحد سرق الفلوس فانت بتاخدها منه، بس عشان تروح ترجعها لها بقى ده مشوار، فانت بتاخدها وبتمشي، بس دي الفكره. هنا احنا اخدنا 500 دولار. تمام، هنروح بقى دلوقتي الطريقه التالته. الطريقه التانيه طبعا هتقابلها ممكن وانت ماشي في كل ثانيه في الشارع، هتقابلها الطريقه التانيه دي اللي هي تجمع فلوس من مساعده الناس. تمام، الطريقه التالته بقى هي طريقه العربيه، انك تاخد العربيه تبيعها وتستنى 24 ساعه وفلوسها تجيلك، ودي اغلى واكبر طريقه فيهم. هيجيلك مثلا في حدود، انت لو شاري عربيه مثلا ب 2 3 مليون هيجيلك مثلا من 700 ل 800 900 الف. طبعا كده يخصم من سعرها، ممكن يجيلك مليون. تمام، ما نعرفش على حسب سعر، على حسب نوع العربيه، على حسب ندرتها. لو هي نادره جدا العربيه دي هتجيب لك مبالغ محترمه، لو مش نادره وعربيه عاديه وانت معدلها برضه تعديل حلو هتجيب لك مبلغ. لو مش خالص كده وانت اسمه ده يا ربي سارقها ومبيعها، لا مش هتجيب لك حاجه غير مبلغ صغير يعني. وصلنا للوحش. عايزكم تقولوا لي رايكم في العربيه دي، والله العظيم يعني دي اكتر عربيه انا ما بستخدمهاش، انا راكنها بس وحطيتها كده كحاجه من الاثار، يعني هي اثار مش اكتر. تمام، فانا قررت ان اضحي بالفيديو ده وابيعها والله العظيم علشانكم، قسما بالله انا ما اعرف ارجعها تاني، الا بقى لو ربنا بقى خلاني الاقي عربيه في نفس النوع ده، ودي نادره جدا. العربيه دي انا لقيتها في مكان في اخر الخريطه، كنت انا رايح مكان ولقيت نفسي في مكان، موضوع كبير مش هحكيه لكم يعني، ولكن لقيتها واخدتها وعدلتها. العربيه دي من اكتر العربيات الحلوه جدا اللي انا بحبها، ولكن الحمد لله يعني مش خساره فيكم، مش خساره في الفيديو، عشان نكسب فلوس طرق حلال وكده تبقى كويسه مش اكتر. بس كده احنا هنروح نوصلها ونحطها في الجراج، ودي الطريقة التالتة ودي آخر طريقة معانا في التلات طرق الحلال اللي تقدر تجمع بيهم فلوس. طبعا أنا عارف الفيديو يعني يا رب مكنش طولت عليكم. تمام، بس دي أحسن تلات طرق أنا شفتها إن أنا أقدر أعملها وأنتوا تعملوها، وأجمل طرق، وطبعا أحلى طريقة مهمات، إن أنت تعمل مهمات كتير ومهمات من اللعبة زي مهمة حرف ال ومهمة حرف الفي. دي أحسن مهمات في اللعبة، هتجمع لك ملايين يعني، مهما اتهكرت اللعبة، مهما عملت طرق حلال، عمرك ما هتجمع الفلوس دي غير بالمهمات. خلينا برضو متفقين ان اللعبة حاطلنا طرق عشان نجمع بيها فلوس كويسة، اللعبة مش عايزانا نهكر نفسها، ولا اللعبة عايزانا نعمل جليتشات. مصممين اللعبة مش عايزين نعمل جليتشات، يعني جليتش ممكن يبوظ اللعبة أصلا، فدي الفكرة. فبس كده، رب يكون الفيديو عجبكم، اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لكل كل جديد. طبعا فيديو جديد بإذن الله بكرة معانا. ممكن طبعا نعمل فيديو ألعاب موبايل، ومرة ألعاب بلاي ستيشن، مرة ألعاب موبايل، مرة ألعاب بلاي ستيشن، عشان نقدر نوفق بس في الموضوع ده. شكرا.